الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. وفنانتنا النهاردة منها مختلف. فنانتنا النهاردة الفنانة الجميلة والرائعة سامية رشدي، الله يرحمها. تاريخ ميلادها 11 نوفمبر 1916. تاريخ وفاتها 10 مايو 1974. توفت عن عمر يناهز 58 سنة. الله يرحمها ويرحم الجميع. ممثلة مصرية اسمها الحقيقي أمينة عبد العزيز الدسوقي. كانت بدايتها الفنية أول ما اشتغلت مطربة عام 1941، وشاركت بغناء أوبريت شهرزاد. وبعد كده اشتغلت فترة طويلة جدا في المسرح. وكانت بدايتها الفنية من خلال فيلم حنان اللي تم عرضه عام 1944. تزوجت من الممثل الراحل علي رشدي وأنجبت منه ابنة، الله يرحمه. قدمت 109 عمل فني، ومنهم المماليك، كنوز، عريس في أجازة، سيد درويش، خان الخليلي، كيف تسرق مليونير، حب وخيانة، دلع بنات، ألف ليلة وليلة، رحلة العمر، حنان، تحت سماء المدينة، أنا وبناتي، الخرساء، أعز الحبايب، موعد في البرج، مذكرات تلميذة، غصن الزيتون، ألمظ وعبد الحمولي، الفرسان التلاتة، ربع العدوية، القاهرة في الليل، لعبة الحب والجواز، غراميات امرأة، حب الأول والأخير، بداية ونهاية، البنات والصيف، طريق الدموع، شخصيات تبحث عن مؤلف، ست البنات، مهرجان الحب، سواق نص الليل، حبيب حياتي، كل دقة في قلبي، عفريت سمارة، عش الغرام، سر طاقية لخفة، بين السما والأرض، احنا التلامذة، أبو أحمد، يا حبيبي، وطني وحبي، نساء وذئاب، غراميات امرأة. ولأني قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.